نهار اللي تنتهي المهمه نتاعنا ديك حاجه اخرى بغاو ينتقموا تفضلوا مرحبا بهم. انا جاب لي ربي حان الوقت اللي الشعب الجزائري لازم يتكاتف ولازم يديروا كاع يد واحده باش يوقفوا مع هذا الرئيس عبد المجيد تبون. واني نهضر هذا الكلام والله العلي العظيم ما عندي حتى منفعه. الحاجه اللي لازم ديرها مليح في راسك اخي انت اللي تشوف هذا الفيديو، كون رئيس تبون كانوا عنده عده مواقف وهو اصلا وحاب يوقف بالبلاد، ولكن هو باش يوقف بالبلاد وحده من المستحيلات السبعه. صافي لازم يكون الشعب هو موراه، لازم الدول الغربيه وكل دول العالم يديروا في بالهم باللي الرئيس هذا ما راهوش وحده، هذا الرئيس عنده الشعب وعنده جيش موراه. وفي الكلمه اللي قالها هذه تاع انتقام هو عارف وعلى باله علاش قال هذه الكلمه. كيما صار صدام حسين، كيما صار القذافي، كيما صار بزاف رؤساء عرب اللي يطيحوهم الانظمه الغربيه اللي ما كانوش داكور معاهم، ما كانوش داكور معاهم باللي يديو 70% من البترول والغاز والدول هذيك تدي 30%. خلينا من هذا الشيء. باش تكون دوله واقفه ودوله قويه لازم يكون الشعب ممر الرئيس ديالو. الشيء اللي راهم يديروه نقولوا بعض النشطاء هنا في مواقع التواصل الاجتماعي ماشي الوقت ديالو، هذا ماشي الوقت تاع تخون الدوله تاعك ولا تخون الرئيس ديالك. لازم كل الشعب الجزائري يوقف مع هذا الرئيس، يخليوه يخدم ميسي، يخدم له ماكسيموم. يجي نهار بالك ما قدرش على المصلحه ولا ما قدرش على الخدمه اللي راهو يدير فيها، يخلي البلاد هذه امنه مستقره بمؤسساتها بالجيش ديالها بكل مش ما يلزمناش. وانا اللي نهضر هذه الهضره وعن قناعه، انا ما رانيش عايش في الجزائر، راني في دول غربيه، تسمى ما رانيش في الجزائر. نهضر هذه باش يفهم الشعب، باش يفهم باللي اسقاط الانظمه ماشي بهذه الطريقه. تبدل النظام تاعك لازم بلادك فريمون تكون خدمتها، يكون عندك اقتصاد قوي، يكون عندك باش تخرج تطيح بالدوله ديالك وتحبطها وتطيح هذاك النظام وكاع. لازم يكونوا المؤسسات قويه، لازم تتكاو كاع على الرئيس اللي عندكم في الوقت الحالي حتى بلادكم تحسوا بلي بلادكم قويه. انت بلادك ماشي قويه وتحب تطيح الرئيس ولا تحب تطيح الانظمه ديالك، راك معرض للاحتلال بين دقيقه وخدها. الفايده والحصول اللي فهم كلامي وفهموا، اللي ما فهموش بلو طار بالك يفهموا ولا يروح يشوف الربيع العربي وشرف الدول هذيك. وسلام عليكم.